صباح الفل يا شيري. صباح الخير يا فطين. معلش عايز اسالك سؤال. اسال. ما تزعلش يعني لو سؤال غريب شويه. هتتغدوا ايه النهارده؟ والله مش عارف، يعني برضو الواحد بيفكر كده في كذا حاجه، مش عارف يعني، مش عارف. لا لازم تعرف وتحدد، عشان انا تعبت وزهقت. سهى بتغلبني كل يوم في موضوع هنتغدى ايه، اقول لها هنتغدى اي حاجه تقول لي لازم كذا لازم كذا، فكر مش عارف ايه، فريحنا. هو فعلا حاجه محيره، بس انا هقول لك. انا في دماغي حاجتين ثلاثه كده، منهم مثلا لازانيا. ايوه ممكن لازانيا. حلو. ممكن بقى في طبق طلياني كمان شاغل دماغي بقى له كذا يوم. ايه ده؟ اسمه ريزوتو. ريزوتو؟ اسمه يفتح النفس. اقول لك بقى بيتعمل ازاي. بجد والله؟ اقول لك. الريزوتو ده رز بس طلياني، بيجي في اكياس هواء مضغوط مشروط منها الهواء كده. بتفك الرز ده وبعدين بتجيب بعد كده زبده وبتحطه في الحله وبتقعد تشوحهم مع بعض. وتقطع بصل صغير. البصل ده بقى تراعي ان هو ما يكونش اكبر من الرزايه. لو سمحت ثانيه واحده. بعد اذنك تاني تصور فيديو بس لسهى علشان هي كمان ما تنساش تفصيله. وانت كمان هتنسى تقول لها. بالظبط. طبعا اكيد. اتفضل. جاهز؟ الريزوتو. دلوقتي هنقدم اكله اسمها الريزوتو. الريزوتو دي اكله طلياني. الاكله دي عباره عن رز بيبقى محطوط في اكياس مضغوط مشروط منه الهواء. بنفك الكيس ونحطه في الحله من غير ما نغسله، وبعدين حته زبده، وبعدين نقطع بصل صغير، ونراعي بقى ان البصل ده ما تكونش البصله اكبر من الرزايه، تبقى البصله اصغر من الرزايه، وفصين توم. حضرتك معايا؟ فصين توم كمان نقطعهم، ويا حلاوته بقى لو تقطعوا حته كرفس عليه. ايه ده؟ الكرفس ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.